الرسول عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع مجموعة من الصحابة وقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. الصحابة كلهم بصوا على الباب فلقوا راجل داخل لسه متوضي وصلى وخرج. الموضوع اتكرر 3 أيام ورا بعض وبنفس الكلمة. عبد الله بن عمرو بن العاص استغرب ايه اللي بيعمله الراجل ده زيادة ومحدش بيعمله غيره، فراح وطلب منه انه يبات عنده 3 أيام عشان يراقبه. ولما راح لقاه بيأدي فروضه بشكل عادي جدا وما بيعملش أي حاجة زيادة. فراح له وقال له على السبب الحقيقي لطلبه ده وسأله ايه سرك. الراجل رد عليه وقال له: ما هو إلا ما رأيت، غير إني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشة ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. الراجل قال لنا الروشتة النفسية اللي جيلنا كله محتاجها. بنحرق بنزين كتير جدا في الغل والانتقام، وبننسى ان نار الغل بتاكل فينا وبتحرق اعصابنا قبل اي حد تاني. رمضان فرصة عشان تعمل زي الراجل ده، مش عشانهم، عشانك انت. صوم عن الاستنزاف النفسي وشطب فواتير الزعل القديمة عشان تعرف تمشي خفيف.